السلام عليكم. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم الطريقه ديال تحضير الحريره المغربيه. كنديرها بدون لحوم، كتجي خفيفه وكتجي رائعه اكيد. وهنا غادي نشارك معكم كذلك بطيبطات ولا فطائر معمرين بحشوه لذيذه، فخليكم مع الفيديو حتى الاخير. غادي ندير درت هنا الكرافس والقزبر والبقدونس، غادي نطحنهم مزيان. من بعد ما طحنت القزبر والبقدونس والكرافس غادي نقطع عليهم واحد نص بصيله صغيره، حتى هي غادي نطحنها معاهم. صافي هنا من بعد ما طحنت المكونات كاملين غادي نضيفهم في الطنجره ديالنا. في نفس الهشوار هنا غندير فيها الطماطم. انا درت الطماطم غادي نطحنهم كذلك في الهشوار، يعني دغيا كنوجدوا الحريره غنحتاجوا شي واحد الوقت دغيا. من بعد ما طحنت الطماطم غادي نضيفها في الطنجره ديالنا. غادي نضيف الحمص، نضيف العدس، قليل ديال الزيت تقريبا واحد ملعقه. بالنسبه للتوابل غادي نضيف الابزار، فلفل احمر، زنجبيل، كركم، ضامه البنه، قليل ديال السمن. غادي نضيف الماء وغادي نسد عليها ونخليها طيب مزيان. الحريره ديالنا كطيب ودابا غادي نعجن العجين ديال البطبوط، ميني بطبوط صغير اللي غنديرو معمر، دقيق عادي، خميره والملح. غادي نخلط العجين كامل. من بعد ما عجنت العجين غادي نضيف قليل ديال الزيت وغادي نجمعهم هكا صافي. وغادي نغطيها ونخليها حتى ترتاح وندوزو نوجدو الحشوه. بالنسبه للحشوه فاستعملت فلفل احمر، جزر اللي حكيته، كذلك الكرجات حكيتها، هذا الزيتون مقطع. وغادي نحتاج هنا استعملت مع الكفته. غادي نضيف دابا التوابل، قليل ديال الملح، قليل ديال الكركم، فلفل احمر، قزبر يابس مطحون، فلفل اسود، ملعقه زيت زيتون. غادي نشحروا هاد المكونات كامله على النار ونرجع معكم. الحشوه ديالنا كطيب، هنا الحريره راه طابت. غادي نضيف ليها طماطم مركزه وكذلك شعريه. هنا غنضيف الملح لان كنت ما ضفتهاش قبل. غادي نضيف هنا الشعريه. غادي نضيف تقريبا 2 معالق ديال الماء تحك. طابت لينا الحشوه غادي نزيد القليل ديال البقدونس والقزبر وغادي نطفي عليها. غادي ناخذ شي صح وغادي نوضع فيه هاد الحشوه حتى تبرد لينا، غادي نستعملوها. غادي ندور الحريره، غادي ندير مايزينا او نشا وندير مع الماء نخلطها، هي اللي غنجمع بها الحريره ندورها. ما غاديش ندير الدقيق الابيض. الا كان عندكم حتى الشوفان تا هو يكون مطحون تا هو زوين تدوروا به الحريره ديالنا. قربت توجد، دابا غادي ندورها كيف ما قلت لكم. استعملت هنا المايزينا، هي اللي غادي ندور بها الحريره ونخليوها حتى طيب مزيان ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الحريره. شويه من بعد ما بردات غادي نضيف لها جبن موتزاريلا، ودابا غادي نشكل العجين ديالي الى بيزات صغيورين.
عندي قليل ديال الزيت ونبدا كنشكل في العجين ديالي. شكلهم هكا صغيورين. غنستمر على هاد الطريقه هذه حتى نكمل الكميه كامله. هنا من بعد ما شكلت العجين ديالي كامل، دابا غندوز باش نبدا كنعمر فيه. بسطوا شويه العجين صافي، وغادي نديرو الحشوه ونبداو تنجمعو في العجين ديالنا عادي هكا. مزيان، وغادي نستمروا على هاد الطريقه هذه. نبسطوا العجين ديالنا، نديرو الحشوه في الوسط صافي، ونجمعوا العجين حتى نكمل الكميه كامله على هاد الطريقه. صافي، من بعد ما شكلت الكميه كامله دابا غندوز باش نطيبهم. هنا غادي نبدا نبسطهم عادي، مغاديش نرققهم بزاف، ونبدا تنطيب فيهم كيف ما كتشوفوا. هذا هو الشكل النهائي ديال الحريره. شوفوا كتجي يا سلام. بصراحه انا كتعجبني بهذه الطريقه، ما كنديرهاش باللحوم. كتجي زوينه، كتجي خفيفه، فكل واحد وكيفاش كيقدم الحريره ديالو، كيفاش شنو كيدير فيها، شنو تيصايب. المهم هادو البطيطات ديالنا ولا الخبيزات معمرين جاو على هذا الشكل هذا، حتى هما جاو رائعين. رافقتهم هنا شباكيه اللي صايبتها بزلجلان، فعندي الطريقه ديال الشباكيه صايبتها باللوز كاينه في القناه. رافقتها هنا مع التمر، وكان هذا هو الشكل النهائي ديال لا فيديو ديال اليوم. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وكنقول لكم مع السلامه، تلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده.